والله في يوم من الأيام كنت إمام خطيب في واحد المنبر من منابر البليدة، لما نزلت كانت حاكمتني الضرسة، الناس قالوا لي والله يا شيخ ما تروح تنديوك ديسبونسير. دخلنا إلى مستشفى، هذا المستشفى كبير، 6000 المؤلفة من الناس يستنوا في جنازة تاع طفل صغير. فالناس افتح الشيخ او جايز، افتح الشيخ او جايز. فالطبيب قلت له انا داعية عند الله سبحانه وتعالى، انا ارشد الناس، هذا صوت بحبح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قلت له بالله عليك احكي لي وش كاين. قال لي يا شيخ هذا الطفل درنا له ليكوغرافي، صبنا له لابنديسيت، رايحه تطرطق خلاص. قال لي جرينا به، نحينا له حوايج ونجروا به الى غرفه العمليات. قال لي هذا الطفل يخزر فيا ويقول له يا طبيب ما تخافش. قال لي انا تقول له انت لي ما تخافش. قال لي لما دخلناه للبلوك وحطيناه، قال لي خسر في واحد الكوانه، قال لي وبدا يضحك. قال له يا طبيب، قال له راك عارف في مره راني نشوف. قال له في من ترى؟ قال له اني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارى زوجته عائشه رضي الله عنها يقولان لي الليله تبيت معنا، هذه الليله راك بايت معنا. ثم رفع يده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطاحت يده وفاضت روحه لله. الطبيب سلمه مدين وربي مقوينه إيمانه، دار للكوانة وقال السلام عليك يا رسول الله، ألقى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وراو حكيم نزيف الله يرحمه، وراو عمر ناموسة، وراهم ولاد حومتكم اللي توفاو بالفيسفا، وراو بأني الله يرحمه، وراهم الناس اللي كانت تموت كانوا يدوروا معاكم، كنا ننصحوهم، كنا نتكلموا معاهم، ودايرين في بالهم بلي هما حيدفنونا قبل لاننا نحن اكبر منهم سنا، لكن مشيئة الله وقضاء الله وقدره كان اسرع انه الدمان هما اصغر منا. انا اللي قصت عمر ناموسه وحكيم، والله الذي لا اله الا هو هذه الدنيا لا تسوى بعوضه. انا نصيحتي لكم ليس كشيخ، كاخوكم ايدير، عود الى الله عز وجل، سوق الفيسبا وروح للبحر واضحك وقصر والبس وش حبيت، لكن اذا سمعت حي على الصلاه، حي على الفلاح، خلي الجبهه تهبط لله عز وجل، هبط هذه الجبهه لله، تب الى الله عز وجل، عد الى الله سبحانه وتعالى. ويقتاش تبقى تقول غدوه غدوه غدوه، اللي قبلكم كانوا يقولوا هكا ثم عادوا الى الله، وانظر كيف سيلقون الله عز وجل. لذلك الانسان في هذا الموقف هذا يرانا واقفين، هذا سيناريو سنعيشه كلنا، كاع رانا رايحين نعيشوه. اليوم احنا رانا ندفنوا في الناس وغدوه يدفنونا. عمر بن الخطاب قال كلمه اقسم لكم بالله، دخل على مرته كانت على النار الطيب، دنا صبعوا للنار، دنا صبعوا للنار ونحاه، بدا يبكي عمر رضي الله عنه. زوجته قالت له لما تبكي يا امير المؤمنين؟ يسقسي في روحه، قال اني اسال نفسي يا عمر الك صبر على مثل هذا؟ تصبر على النار تحرقك. في يوم من الايام قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في رايكم مش قال يا اخوان؟ وهو اللي حمى الاسلام، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليت امي لم تلدني. بالله عليكم رانا واقفين، ماشي يا ريت ما نزدناش، لانه واش راهو يستنى فينا صعب جدا. حتى بالاعمال الصالحات نخافوا نباتوا في تراب كيما هذا. كاين بعض الناس وهنا معنا لازم يبات على التلفزيون، كان اللي ما يباتش وحده، كان ما يباتش مع اخوه. هذا اليوم بايت وحده، راهو بايت وحده. فمن معنا يقول العلماء، يقول لك عبدي حملوك، يعني رفدوك، عبدي حملوك وفي القبر وضعوك ولو بقوا معك ما نفعوك. شكون اللي يبات معاه الان؟ شكون يقول انا اللي نبات معاه؟ كلنا سنفر لاننا نخاف. ثم يجي القران الكريم وش يقول ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. انا بحكم العلاقات نعرفكم كلكم، نعرف الجميع، اغلبيتكم نعرف الطيبه تاعو، ونعرف العقاله تاعو، وتهدر معاه يهبط راسه وتقول له عالدين يبكي. بصح لا ما راكش تصلي، عليه فيك خير كبير، انا ما راكش تصلي، ماكش وليد حرام، ما راكش وليد يهوديه، ما راكش وليد يهودي. مانيش حابك نذكر اسماء، كاين ناس اللي نخسر فيها، اعرفهم حق المعرفه. يجوز عليه لكن يشرب يخبي القرعه، لكن يتكيف الشيخ السلام عليكم، مادام فيك الخير وتقادر اهل الدين واهل العلم وتحب ربي على ما توليش ليه. هذا هو المطلوب منك، ولي ليه 5 صلوات صليهم. نسأل الله أن يتوفانا على لا إله إلا الله. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا ندعو للموتى، لأن الدعاء يصل إلى الميت كما تصل أشعة الشمس إلى الأرض. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه.